الزعيم بارزاني ونضاله الدؤوب والمستمر ل13 عاما من أجل حرية واستقلال روجافا كردستان. ابتعدوا عن التحزب، وإلى أن تتضح صورة الأوضاع في سوريا مارسوا سياسة كردية عريضة، مارسوا سياسة تحت المظلة الكردستانية. عليكم نبذ التحزب والخلافات الداخلية وتنحيتها جانبا. ضعوا كل شيء جانبا وامضوا قدما نحو مستقبل مشرق. خود دور بخن حزباتيات هسك خلافات النفخو هم يبجي بيلن برف آینده که روشن بچن. هذه هي الكلمات التي قالها الرئيس بارزاني في 28 كانون عام 2012 قبل 12 عاما، والتي ما زالت تتجسد الحق وحقيقة يومنا هذا كما تلك الأيام. كانت حركة بارزاني السياسية ونضال روجافا كردستان خطان منسجمان متوازيان داعمان لبعضهما البعض دائما. صان الرئيس مسعود بارزاني هذا النهج العريق لمسيرة البارزاني وحركته، آخذا مصالح روجافا كردستان بنظر الاعتبار على الدوام. لذلك احتضن شعب روجافا كردستان حركة البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس بارزاني إلى صدره دوما. فحتى عام 96 كان شعب روجافا يستقبل الرئيس بارزاني في قامشلو هكذا. ومع بداية الربيع العربي في سوريا أتاح الرئيس بارزاني كل إمكانياته وفرصه السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في خدمة روجافا كردستان، ليس فقط لخدمة الحركات السياسية المقربة من البارتي، بل خلق فرصا حتى للحركات والأحزاب السياسية المقربة من العمال الكردستاني PKK. وباتت أربيل مركزا دبلوماسيا وسياسيا لتلك القوى. وقال لهم بارزاني: هنا منزلكم. قدم بارزاني 3 نصائح ذهبية لروجافا كردستان: تحقيق الوحدة، النضال المشترك من أجل الهوية الكردية، والابتعاد عن نظام الأسد. وقال لهم: استغنوا عن الحكومات، تعالوا سأقدم لكم ما تحتاجون إليه، سنرسم الحدود فقط لتجنب أي مشاكل قانونية، وإذا حدث شيء ما فكردستان لكم، ومتى أتيتم فلستم ضيوفا بل أنتم أصحاب المنزل. محتاجی درگاه هیچ حکومت نکن، چه تان دوی ورن من دتان دوی. آسان نبوده ما بتوانین سنوریان بو بکینوا. یعنی خود به پی قراری مجلس یمن نبی حصار لسر سوریا تا بسط درد و امت تا کتوانی من بس قانونی یعنی ما توشی چه مسئولیت نبین حدودیان بود که اینا توانی ما اگر لیتان قوم بین ولاتی خودتانه یا آورنین یا خوان مال. عام 12 واجه روجافا وباكيكا تحديات خطيرة، لذلك تقربوا من البارتي واستغلوا كل الفرص واستفادوا منها. نعم، ضحى باكيكا بروجافا كردستان من أجل كسب الشرعية، جعل مصالحه الحزبية فوق كل اعتبار، تعاون وتحالف مع النظام السوري وإيران، أفرغ روجافا من كل المعارضين للنظام، جعل من روجافا كردستان منطلقا لشن هجماته واعتداءاته على مكتسبات ومنجزات إقليم كردستان، زرع بذور الفتنة والعداوة بين الشعب الكردي. وبدلا من توحيد روجافا مع إقليم كردستان استخدم روجافا كساحة معركة ضد بارزاني وإقليم كردستان. ورغم عداوتهم اللدودة لكن الزعيم بارزاني ظل داعما لروجافا وخطى خطوات عظيمة من أجلها. في 11 تموز عام 2012 تم التوقيع على اتفاقية أربيل من أجل النضال القومي المشترك في روجافا. في 23 تشرين الأول عام 14 تم التوقيع على اتفاقية دهوك. لو تم تنفيذ الاتفاقيتين لكان الوضع في سوريا وروجافا مغايرا تماما لما عليه اليوم. خطى الزعيم بارزاني خطوة تاريخية عظيمة لحماية كوباني من السقوط،
وأرسل بيشمركة كردستان عبر تركيا إلى روج آفا. ليس هذا فحسب، بل أقنع أيضا قوات التحالف الدولي بدعم روج آفا، بمعنى أن وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في روج آفا جاء بناء على طلب بارزاني. رعى بارزاني نضال كوباني وقال أمام العالم أجمع: أحيي مقاتلي كوباني. كان بارزاني على أتم الاستعداد دوما لحماية روج آفا والدفاع عنها. عام 15 قال للبشمركة: كما تقومون بحماية شعب إقليم كردستان والدفاع عنه، فكذلك عليكم حماية إخواننا في روج آفا، هذا واجب مقدس. دوده روجاوای کردستان ممکنه برای مال لایدی زور جارا ها پیوستی پاروکاری آنگو بین چوا دفاع الخلق هریمت کن و تویش آنگوش دست به دفاع الخلق برای ما خوش برای مال روجاوای کردستانش بکن اویش ارگه کی پیروز و کی ارگه کوین بریل خلق هریم کردستان بکن. لم يقم الرئيس بحماية السياسيين فحسب، بل خلق أيضا فرصا للحياة للشعب الكردي. في آب عام 12 فتح معبر سيمارك الحدودي واستقبل 100,000 من أهالي روج آفا. زار بارزاني مخيمات شعب روج آفا وتفقد أوضاعهم وقال: هذا بيتكم، أنتم لستم ضيوفا بل أنتم أصحاب البيت. كما أدان بارزاني العملية العسكرية ضد عفرين والسركاني ورآها احتلالا وأبدى موقفا واضحا منها، ودعا المسؤولين الأمريكيين بشكل مباشر إلى عدم مغادرة روج آفا والتخلي عنه. هذا التاريخ الموجز كاف لإظهار مدى دعم الزعيم بارزاني لروج آفا كردستان. ولكن وللأسف الشديد قام باكيكا وكيانته في روج آفا بتحريف مواقف البارزاني الوطنية وتشويهها، وعندما واجهوا الصعوبات وعانوا الويلات كرروا دعواتهم للبارزاني، لكنهم لم يسمحوا لرؤى بارزاني هذه أن تتجسد في روج آفا. ومن خلال سياسات الكانتونات وحقوق المرأة والإدارة الذاتية وباراديغما القيد وشعارات المماثلة ساروا بروج آفا كردستان نحو مصير مجهول وخطير، وجعلوها ورقة ضغط وغامروا بها. لكن اليوم ونتائج الأحداث التاريخية أثبتت وأكدت مدى صحة موقف الرئيس بارزاني ورؤاه، بحيث يمكننا القول إن رؤى البارزاني ونهجه انتصر في سوريا وعموم روج آفا. في نضاله الدؤوب ساهم الرئيس بارزاني بشكل كبير في الإطاحة بنظامين محتلين لكردستان، صدام حسين وبشار الأسد، حيث لعب بارزاني دورا رئيسيا وبارزا في الإطاحة بكلا المحتلين. ولو تم تبني وانتهاج خط البارزاني في روج آفا منذ عام 11 لكان النصر مضمونا اليوم. فعلى الوطنيين الشرفاء المناضلين لنيل الكرد حقوقهم في روج آفا كردستان يجب عليهم رؤية دعم ومساندة الزعيم بارزاني لروج آفا طيلة 13 عاما الماضية، وأنه سيواصل دعم روج آفا بتجربته العظيمة ورؤاه الصائبة ونهجه العريق وسياسته الحكيمة.